السلام عليكم. في الكلية واحنا غرقانين في المعلومات بنحاول نحدد كل سطر ونعمل فلاش كارد لكل كلمة، وبنحاول نحفظ كل تفصيلة كبيرة وصغيرة كأننا بنجمع في نقاط، ولكن مش فاهمين امتى النقاط دي تتحول لعلم حقيقي يخليني طبيب شاطر. اللحظة دي هي اللحظة اللي تبدأ توصل النقاط دي ببعضها. الدكتور الشاطر مش مجرد مستودع معلومات، هو فنان في ربط الأسباب بالنتائج. بيشوف دايما الأعراض أو السيمتومز ويربطها بالخلل الحقيقي في جسم الإنسان أو ما يسمى بالباثوفيسيولوجي، وبيختار الدواء المناسب بناء على معلوماته وفهمه لآلية عمل الأدوية، وده بيكون عن طريق الفارماكولوجي. اللحظة السحرية دي لما كل المعلومات والنقاط اللي انت درستها على مدى سنين دراستك في كلية الطب تتجمع في دماغك فجأة وتكون لك صورة واضحة. في اللحظة دي بس تأكد انك على الطريق الصح. يبقى الطب مش عبارة عن مواد منفصلة عن بعضها، الطب هو عبارة عن انتجريشن لكل اللي انت درسته خلال كلية الطب. ولو عايزيني اتكلم اكتر عن الانتجريشن اكتبولي في الكومنتس، وما تنساش تعمل لي فولو لو عايز تعرف ازاي تبقى طبيب شاطر.